أشغال الجمع العام التأسيسي للفرع 11 بالقنيطرة، سيدي سليمان سيدي قاسم. نحن جد مسرورين، وكيفما كانت الأحوال إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن كل ما جرى في الأيام الأخيرة من محاولة إقصاء الفيدرالية نتمنى أن تأخذ بعض الجهات العبرة ويعودون إلى الواقع الذي لا يرتفع. هذه فيدرالية قوية وستتقوى أكثر، وهي رقم صعب في معادلة. هي قوة اقتراحية لها خبرة سنين عقود، هي التي كانت مساهمة من المساهمين الرئيسيين في كل أوراش الإصلاح، وما تزال إلى الآن ماسكة من حيث الخبرة والمعرفة بكل الملفات الجارية الآن. إننا مع تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين أكثر مما هو مقترح الآن، ولكن شريطة أن لا نكون ديلا لأحد وأن لا نكون مجرورين. نحن لنا سيادتنا ولنا 340 مقاولة اليوم بعد أن ضاف هؤلاء المنخرطون في قنيطرة سيدي سليمان سيدي قاسم. كانت معنا 25 مقاولة، 25 مقاولة. فلذلك أتمنى أن تكون إن شاء الله عندنا المحطة القادمة هي الفرع 12. بين هاتين المحطتين نتمنى أن يكون تغلبت الحكمة والعقل، وأن تعود المياه إلى مجاريها، ويحترم القانون فيما يجب أن نحترم فيه القانون، وهو انتخابات المجلس الوطني للصحافة، ولا نخلق قانونا جديدا وشيئا خارج القانون مثل الاتفاقية الثنائية التي نريد لها أن تكون جماعية، وأن يكون هناك الإنصاف والعدل والشفافية فيما يتعلق بالدعم العمومي. وأتمنى للقطاع إن شاء الله الخير، لأنه يتمنى كل خير.